مساء الخير ومساء الشعر ومساء القاهرة العامرة بهذا الزخم الشعري الخاص جدا. سعيد أن أقف هذه الليلة لأقدم كيانا شعريا عملنا عليه فترة طويلة حتى أعدنا تأسيسه مرة أخرى، وهو نادي أدب 6 أكتوبر بمقره الجديد في مدينة الشيخ زايد. وهذه هي الأمسية الأولى أو الانطلاقة الأولى، أولى رحلات قافلة شعراء النادي، في فرصة عظيمة منحنا إياها الكبير خلقا وشعرا ومكانة الأستاذ سامح محجوب. أشكره أن منح النادي هذه الفرصة في بيت عريق من أعرق بيوت الشعر العربي. أستأذن منكم قبل بدء الندوة وقبل فعالياتها أن أعطي الكلمة للصديق سامح محجوب ليؤبن الشاعر المصري العربي الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، فليتفضل. شكرا صديقي حاتم الأطير، والحمد لله على السلامة من رحلة إلى الأردن، رحلة مشرفة للشعر المصري. كل شاعر مصري يذهب إلى قطر عربي هو يمثلنا جميعا ويمثل الشعرية المصرية. يعني أنا ما كنت أظن أن أقف في هذا اليوم في هذا المكان لأؤبن محمد إبراهيم أبو سنة، وهو بمثابة الوالد والأستاذ بالنسبة لي. من حسن حظي يعني أني التقيت الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة في بداية مشوار الشعري في مدرجات دار العلوم. كنت طالبا في دار العلوم وأقول شعر بجوار أبو سنة ومحمد البيتوري وحجازي إلى آخر هذا الرعيل الكبير. ما كنا لنقف هنا على هذه القمة الكبيرة من الشعرية المصرية المهمة والمتقدمة بالنسبة للشعريات العربية لولا وجود أبو سنة العظيم رحمه الله، الذي ترجل صباح اليوم عن 87 عاما تاركا إرثا شعريا كبيرا ومهما ضمن شعراء الستينيات من القرن المنصرم. لحسن حظي أيضا أنني مش هقول زملت الأستاذ أبو سنة، أنا لحقت الأستاذ أبو سنة في أواخر أيام نائبا لرئيس الإذاعة المصرية، وكنت يعني شابا صغيرا أبدأ خطواتي الأولى في التلفزيون المصري. وعندما كانت تقسو علي الحياة في وسط التلفزيونيين كنت أنزل الدور الخامس في الإذاعة المصرية لأجلس مع الأستاذ محمد إبراهيم أبو سنة وأنا الشاب والفتى الصغير جدا، ويستقبلني هذا الأستاذ العظيم بحفاوة بالغة ويحترمني ويحتضنني ويعطف علي ويحدب علي كصديق وليس كابن وليس كتلميذ. هذا الرجل في الحقيقة يعني
كان يعني رحمه الله رجل عظيم جدا كخلق وكشاعر. أنا أحمل هذا الرجل كثير، وأشعر اليوم أنني فعلا يتيم وحزين، وده يوم حزين في تاريخ مصر على فكرة، أن يعني الشاعر عندما يرحل يفقد العالم، أو الفنان بشكل عام يفقد العالم جزءا مهما من إنسانيته. محمد إبراهيم أبو سنة صاحب مرايا النهار البعيد، ورماد الأسئلة الخضراء، ورقصات نيلية، والبحر موعدنا، والصراخ في الآبار القديمة، وموسيقى الأحلام. هذا إلى جانب مسرحياته الشعرية حمزة العرب، ومسرحية أيضا وترجم بعض الأشياء. وكان طبعا من حسن حظي أيضا أنني العام الماضي أنا يعني بالاشتراك مع الأستاذ أحمد عبد المحيط حجازي قمنا بترشيح الأستاذ أبو سنة ليحوز جائزة النيل، كبرى الجوائز الشعرية في العالم العربي. بيت الشعر العربي هنا هو الذي رشح أبو سنة لهذه الجائزة، وبالفعل حازها أبو سنة سنة 23 العام الماضي. كان آخر مكالمة لي معاه في التليفون، كان سعيد جدا اني بتواصل معاه. بعدها جيت اتواصل معاه عشان ابارك له على الجائزه، لكن للاسف شديد ما ردش عليا. ردت عليا بنته الاستاذه مي محمد ابراهيم ابو سنه، وهي مخرجه زميله ليا في التلفزيون المصري، وما قدرش ساعتها بعدها يرد على حد، وهو يعني كان مريض من فتره. رحم الله محمد ابراهيم ابو سنه. واسمحوا لنا بس نأدي احداد على روح ابو سنه ونقرا له الفاتحه. الجميع هنا تقريبا يعرف الآخر يعني. كنا كشعراء في نادي أدب 6 أكتوبر، ولا زلنا تقريبا نعاني فوبيا نوادي الأدب والمؤسسات الرسمية بشكل عام. وعندما يعني تجمعنا حول هذه الفكرة، كان الغرض الأساسي منها هي كسر التابو لنوادي الأدب، وجعلها يعني مجرد جلسات بين أصدقاء شعراء وأدباء. ولذلك حرصنا على فكرة التنوع ما بين مش بس الأشكال الشعرية سواء عمودي أو تفعيلي أو عامي، لا، التنوع حتى الكتابي داخل الشكل الواحد، لأن هناك من يكتبون التفعيلة لكن بأشكال متعددة، والعامية كذلك، وقصيدة النثر أيضا، وهذا مطروح يعني في أمسية اليوم إن شاء الله. معنا النهارده طبعا كوكبة من أبرز شعراء مش نادي الأدب، أبرز شعراء مصر، الأستاذ إسلام بجول، طبعا حفظ الألقاب الأستاذ محمد كمال، الأستاذ محمد هشام، الأستاذ يونان سعد، الأستاذ عمرو البطا، والأستاذ عادل محمد. اسمحوا لي أن أبدأ وأنا أعرف أن ضربة البداية دائما تكون أصعب يعني، لكن تحتاج إلى مقاوم شرس، وأظن أن هذه الصفة الشعرية متوفرة في صديقي الشاعر المصري الجميل محمد هشام، فليتفضل. براحتك. هنا على المنصة يا صديقي أكيد. محمد. طيب. تاني محمد أكبركم سنا متهيألي أظن ولا لا؟ والله مش عارف. محمد. بس أكبرنا محبة يعني. وللشاعر طبعا أن يقدم تجربته يعني كيفما أراد بعد القصائد التي يحبها يعني. مساء الخير على حضراتكم. يعني حقيقي يعني ببساطة شديدة عايز أشكر سامح محجوب مع حفظ الألقاب، مش عشان سامح يعني هو اللي بيدير هذا المكان، لكن علشان سامح يعني محبة كبيرة. سامح محجوب هو صديق الجميع ويحتوي الجميع ويشجع الجميع. ده حقيقة عرفتها على مدار أزيد من 15 سنة يعني عمر وجودي في القاهرة. ولقائي بسامح محجوب كان عجيب جدا. هو قابلني في الميكروباص فشافني معايا، هو ما كانش يعرفني، وشافني معايا كتاب 100 عام من العزلة، فبص لي كده وانا كنت قاعد في الكرسي اللي قدامه واحنا الاثنين راكبين اكتوبر، فبيقول لي الله ده انت تابعنا بقى. فكانت معرفة خير ومعرفة جمال، واجمل ما يميز سامح انه هو ناصح امين. الأمر الآخر عايز أشكر صديقي حاتم الأطير. شكري لحاتم يعني له سبب رئيسي، وهو دأبه وسعيه على إنجاز هذا المشروع اللي هو مشروع نادي أدب 6 أكتوبر.
أولا حاتم تحمس للفكرة، يعني تحمس عجيب، ولما طرحها علي أنا يعني شخصيا ما كنتش متحمس، وأظن أن الكثير من الزملاء ما كانش متحمس، لأن هو الصورة الذهنية لنوادي الأدب مسيطرة على الجميع. لكن لما حاتم طرح رؤيته للمشروع ورؤيته باتجاهاتها المتعددة وأشكالها اللي احنا نرغب في أنها تكون موجودة عليه، يعني بدأنا أن احنا يعني نتحمس لهذا الأمر. وحاتم يعني سعى في ضروب يعني الممارسات والإجراءات الرسمية حتى إنهاء هذا العمل، علشان نبدأه بقى بشكله المغاير غير النمطي غير المعتاد يعني. وأنا أتمنى أن هذا المشروع يكون منصة للجميع تستقبل كل الناس، ليس شعراء فقط، فنانين سينمائيين تشكيليين كتاب قصة روائيين، الجميع مدعو لحضور نادي الأدب. وهو أجمل ما يميزه هو مكانه اللي هو فعلا يعني أتمنى أن كل نوادي الأدب تكون بهذا الشكل. حديقة كبيرة جدا مساحتها أزيد من 400 متر مليئة بالبرجولات، وهي مكان صديق للبيئة جدا. هو مكان غريب يعني، مكان يعني ممكن يكون يتواجد لأول مرة أو يكون موجود لأول مرة في مصر كنادي أدب. فأنا أدعو الجميع أن هو يشاركنا هذه التجربة ويمارس معنا الفرح بالشعر. وأشكركم على هذه الإطالة، أنا آسف يعني. لا أنت كده أخذت قصيدة من قصيدة. الهروب عبر ثقب صغير، توقظني نقطة ماء تفلت من شفة الصنبور وترتطم على السطح، تدوي مثل طبول تفزع دفء اللحظة وتشيطن أجوائي. يشغلني كيف تجاوزت الأبواب، السدادات انعتقت مثل خيول فرت من نيران ترعى في خشب حظائرها. وأفكر من يضمن ألا تنتقل العدوى، ألا تحدث شكة دبوس في الشريان ويتسرب هذا الدم يغدو حرا وأنيقا في حمرته ملكا للألوان. لماذا أنظر في المرآة وأستنكر خلقتي؟ أنا طاغية حقا في داخلي، أمارس سطوتي على الأعضاء فلا ينفرط الماء. وأضع جنودا عند السرة أكتري أظافر لحراسة كتفي من ميلة رأس منتهك بالحيرة. وأحاصر أنفاسي في الغرفة حتى لا يصحو الأموات ويلتفوا حولي كعرايا يتراقصن لإغواء النار. أطاوع وسواسي وأعاود إغلاق مفاتيح الأنوار، وأنزع أسلاك الأجهزة لأحكم قبضتي على التيار، وأشرب حتى أتساقط لأحاصر أحلامي وقت النوم. أنا أتحملني منذ سنين وأتحمل هذا الذوبان المر. غريب أمري، ما زلت لدي القدرة حتى أضحك وأعيش وأمنح قبلات ساخنة. بين الحين وآخر تهرب مني دمعة حزن تتحرر وتثور مثل النقطة حين انفلتت من شفة الصنبور. جميل 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 جميل, جميل. تداعي. ثقلت جمجمتي بالكاد مثبتة فوق الجزع. ثقلت ترتج مع النبض كأن الدم موج محجوز خلف الفقرات. هبة ريح كافية كي تسقط جمجمتي من عرش بلادتها وتدحرجها فوق الطرقات. وبين المرمى والمرمى يركلها الصبية، يتطاير منها 30 خريفا، يتطاير مثل تراب تنفضه امرأة من سجادة منزلها.
كل زهوري صفراء من النوع الميت في منتصف الأوراق. ومن يدري، قد لا أفقد جمجمتي، قد لا توحشني، قد يكفيني قلبي ليدل مسيري، ترضيني كفي تلك المتعبة من الطرق على 7 أبواب في رأسي، فتحات 7 توصل بين الواحدة وبين الأخرى، خيات ومتاهات محبوس فيها رمل يتقافز ويثرثر باللغة الخرساء ولا يخرج رغم الثغرات المخفية بين العتبات. لدي الآن عمود من غير المصباح، دبوس من غير الرأس البيضاوي، سيف من غير المقبض، تكوين عار من أوجاع وضلالات. رأسي يتدحرج فوق الطرقات، هنالك من يمسكه مرعوبا وهو يشاهد أبخرة تصاعد من بين الفتحات، ويخيم صمت فوق جزيئات اللحظة، صمت صمت صمت، ثم رنين بشع كرذاذ يتطاير من أفواه تنفخ في الأبواق. وأصحو من نومي، أضع يدي على جمجمتي ما زالت في موضعها فوق الجذع. يا الله، من يربطها بشريحة عظم أو حتى خشبة. أخيرا، خبيئة أحفر في الشارع، أحفر خلف البيت، أحفر تحت سريري. القصة بدأت من 7 أعوام حين دببت يدي في أحشائك وقبضت بكفي صوتك وتركت الجثة خرساء. رقدت ورقدوا خلفي، صوتك في جيبي. راوغت الحراسة، خشيت من الوثبة أن يسقط مني ويضيع. حفرت ولا أذكر أين، وخبأت الكنز المبتل بدمه وفررت. وها أنا ذا بعد سنين 7 أتمزق، ويدور المنشار الآلي بصدري يعمل في لحمي، أحفر في كل مكان. لا بد وأن الصوت نما وتجذر في التربة، أينع باللألاء الأحمر وتضوع. لا بد وأن الصوت يغني الآن، أحبك يا رجلي. لا بد وأن الصوت امتزج بطينته وامتدت أنسجة في بطن الأرض، فتلتئم الحنجرة ويتكون قلب وضلوع، رئتان كأنهما مدفأتان، تفور سيالات الحرية في الأعصاب، فتتمدد ساقان عمود ضوء. في الأعلى يختمر الوجه رخاما مقدودا من جبل ذهبي. لا بد وأن الصوت اكتمل الآن وصار أنيقا في رقدته، لكن أين؟ كسرت بلاطات البيت، نزعت الرمل، نبشت الجدران، وأخرقت خراطيم الأسلاك، ولا شيء. ألا أحفر في روحي؟ لكني لا أقوى، لا أحتمل ثقوبا أخرى. شيء في رأسي يدفعني، يجعلني أمشي نحو المطبخ، أستل السكين وأطعنني، أصرخ، تهتز الأطباق من الآهة. ما هذا؟ لست أصدق أذني. هنالك من يتكلم في داخلي يدندن. أمتشق الإبرة والخيط وأغلق حتى أحبس صوتك في، أسير به، آكل وأنام وأفرح. ما هذا؟ أتعجب. توجد أغصان تنبت في ساقي وفخذي إلى بطن رأسي وذراعي. أنا أتحول شجرة. شكرا. ما كل هذا الجمال يا شاعر؟ شكرا للشاعر الكبير محمد هشام على كلامه وشعره الأنيق. أنا سعيد جدا أن أقدم الآن شاعر من أحب الناس إلى قلبي طبعا، وأحب شعره،
وتجربة يعني لها خصوصية في العامية ولها طموح كبير آمل أن يصل إليه بشعره الآن فوق المنصة. اسمحوا لي أن أدعو إلى المنصة الشاعر محمد خالد الشرقاوي. مساء الخير. محمد هشام كان طويل. طبعا شكرا. مبروك على الماجستير. الله يبارك فيك يا رب، تسلم. شكرا للحبيب حاتم الأطير على هذه الكلمات الطيبة، وشكرا لبيت الشعر ممثلا في رئيسه أخونا الأكبر الأستاذ سامح محجوب، ومدير بيت الشعر الأستاذ سامح. طبعا أقرأ قصيدة واحدة ولكنها قصيدة واحدة. الفصول المجهولة من سيرة مؤرخ، سيرة شعرية. كان يا مكان ويا كرام في زمن قبل الزمان، من صفحة أولى في التاريخ أنا كنت أول من مسك على الأرض دي في إيديه قلم. أيام ما كان شرف الكتابة عالي فوق، يساوي للفرعون بذاته طول وعرض، وللكتابة شرف وعرض، والمعرفة ما كانتش فرض. فالناس ما بين صياد وزارع أرض، ولأن كفي لسه أنعم من الورق، معرفت أمسك بالإيدين غير القلم. لا فاس يشق أرض النيل فيطرح نبت من العدم، ولا رمح طاير في الهوى يرجع بلحم. قلبي كان ينشق من عزم الألم إذا طلق صياد سهام الجوع، وخطفت روح طريدة في الجبل. الناس بتكسب رزقها بعرق الجبين، وأنا رزق جالي من عرق كف اليمين، وسعي إيدي وجريها عالطاولة بين جبلين، خلى العرق فوق الورق يملى الجبين. أنا مش بسيط، ركز ودقق بالعينين. الشغلة مش حبر ودوايا وكلمتين، أنا ممكن ألعب في التاريخ وأقلب لك العالم بحرف. طب بص شوف كلمة بحرف، أنا لو أحب أقلبها حرب، وكل ده يحصل بحرف. والعيب أقول عادة وعرف، واصنع حقيقة غير بريئة، وانشرها بين الناس ومعايا ليها إذن صرف. لكن أنا صاحب ضمير وهعيش شريف. ما تستهونش بسلاح الخفيف، وخاصة لو محشي حبر. اسمعني لنهاية الكلام واصبر تنول، ده العلم صبر. الورقة ممكن تبقى شبر والمعنى فيها يسوى تبر. وده يعني إيه؟ يعني الكتابة دي تبقى شاشة في عصرنا، عصر الصراع ما بين جميع الآلهة. إله الحق رمز النور مع نده إله الزور، فكان لازم أكون موجود ومن قبل الزمن ما يدور، وكله يكون بدأ على نور ومعدود بالقلم مرصود، ومن أول ما حفروا أساس وحطوا للحضارة عمود. كده المجهود ضمن له خلود، ومش بعد الزمن ما يشيخ نقوم ننبش على التواريخ، وندي للي جاي مجال يقول عالم ويعمل شيخ. وفي يوم ما كانش في نيتي دخلت أنا لدار الكتابة والتاريخ، وفجأة صبحت شغلتي كاتب وأصغر باش مؤرخ في الديوان. في اليوم ده بدأت قصتي، كنت بصحيح كاتب فصيح وعلى اللسان بحر البيان. وأما استلمت أنا عهدتي أقسمت بيمين الألم إني ما أقول ولا كلمة واحدة من العدم، والصدق حارس على اللسان. كان قلبي أبيض زي ورقي وحبر صادق مش جبان. وفي يوم ملوش عنوان ما دخلش في الحسبان، ولا عدى باب دفتري وأنا دفتري مخلع وبابه كان هلكان. دخل المدير العام أمر بنسخ بيان حادث أليم مجهول، والأصل فيه بيقول عيل بيلعب جنب بيت ومعاه حمام أبيض جميل. حدف الحمام فوق للسما، طار الحمام رفرف بعيد. شاور بغصن زيتون يمين راح الحمام، شاور بغصن زيتون شمال رجع الحمام. وفجأة وقع الواد ومات. نزل الحمام على جثته بصوت الهديل. قالوا الشهود كان صوته أعلى من الرصاص، وهتفوا عايزين القصاص فباتوا طالبين الخلاص. رفعت عيني عن الورق وقلت ليه قتلوا الولد ده؟ لا حرق ولا سرق. قال المدير سيب الكلام الهامشي وركز معايا في المهم. زود التفاصيل وقول العنصر الإجرامي مات
وقت اشتباك ولقى المخرب مصرعه في محاولة فاشلة ومجرمة لنقل بيانات أو وثائق قد تحرض ضدنا، ظبطوها طايرة مع الحمام، وعن الحمام مسروق أكيد، ودي أرضنا. أما الرصاص ده ردنا، وتهمة تالتة هنعفو عنها تساهلا كده مننا، وهي تخريب الطبيعة وقطع شجرة مثمرة من غير ما ياخد إذن مصلحة الجناين والمشاتل في البلاد. والشجرة موضع الاعتداء دي كان زرعها جدنا من 1000 عام قبل التاريخ. قلت له بس الحقيقة مش كده. قال المدير هنا في الديوان وأي كاتب مهما كان وكل واحد حرفته فرز الكلام عنده مبدأ حفظه صم، وكأنه قالب صنعته، وده درس لازم تعرفه فاكتب ورايا في دفترك. كل الكلام يشبه لشجرة بالتمام، ليها جذر وفوقه جذع وفيه فروع شايلة الثمار بين الورق، والحرفة لو حرفة بصحيح تعرف هتقطع منها ايه وتخبي ايه ازاي وفين. قلت له رديت عليه بكل ارتباك يعني اعمل ايه؟ قال المدير او مشرف الكتاب كبير الكذابين الشجرة عندك بين ايديك، شقلبها خلي الجدر فوق وارمي الحقيقة مع الثمار تحت التراب واصنع حقيقة نحبها. قول اننا حرس السلام والحقنا مجرم مبتدئ من قبل ما ينشف دراعه اوام ويشيل سلاح ضد الكيان. عيل صحيح لكنه مش مصدر امان، ممكن يهدد امن كل الكون بحاله ده لو نحب، واحنا الحقيقة المطلقة. فاكتب وبطل اسئلة ولا انت جايز معترض. في اللحظة دي بالتحديد هاج فيضان الدم في جسمي ضرب في المخ، اتهزت تحت الارض وقفت بقعة دم في عيني ما بيني وبين الكذب. وفجأة ولقيت الورقة اتقلبت ساحة حرب وبدأ الضرب وقام الكذب هجم على الصدق. انا قمت بسرعة جريت على الحق وانقذته، كان وسط عصابة زور بتشرط فيه، ونسخت الاصل وخبيته بين دفتر خايب خاص بيا واندلق الحبر على الدنيا. وفي وسط العركة لمحت زميل عجوز بعيون مطفية ومحني على الأوراق غرقان بهدومه في بحر الحبر. اتلفت بص عليا بيأس وذل وتحسر جدا على الأحوال. وفي لحظة كشف لقيتني كبير، شفتني متحاصر في مكانه، فوقفت وقلت بصوت واضح أنا برفض تزوير الواقع وخيانة الحبر. إزاي أنا قلم هيتحول سكينة بتقطع صوت الحق؟ أنا مش كذاب يا مدير الكذب ده بقعة حبر توسخ صفحة كل جبان. أنا مش كذاب، مش هكتب كذب من اللي في مخك أنت وبس. وبدون ما يرد ويتحرك بصلي بعيون سخنة لئيمة والشر بيتفجر منها ويطرطش نار، وأنا قلبي اتملى بالخوف والرعب ما قدرت أرد بأحسن رد. قلت لنفسي بصوت مسموع كان لازم تعرف إن الكلمة الحرة اما تقولها هتنصب لك فخ، وإن اللي بيعرف يرسم كذب مساوي ومتزين وينام الليل بضمير مرتاح هو الكسبان. أنا عارف إن الزور له قبضة إيد أقوى وأخشن من رقة كف الحق. يا اللي أنت بتمنع وبترزق افتح لي الباب أو رد بأي كلام. أنا هنسى أساسا إن في يوم فتحت وشفت الحق بيتحول لعجينة طرية ما بين إيدكم، وإزاي يتشكل ظلم وكذب. أنا عايز أمشي وأسيب أوراقي وقلمي خلاص، مش عايز أفضل واقف بين الموت والحق. يا اللي أنت بتمنع وبترزق افتح لي الباب أو رد بأي كلام. يا مديرنا العام ليه ساكت؟ رد. في اليوم ده وقفت أشتكي كام يوم أو يمكن عدى عليا الشهر، تقريبا عام و2 واكتر وأنا واقف لسه وبترافع ولا لحظة قعدت. نسأله هربت وشهود بتأكد وبتحلف كان واقف هنا يشتكي في مكانه لحد مسال، وفي لحظة اتبخر من على الأرض وكأنه اتقلب زي الملح في مية وداب. أما أنا عن نفسي أنا مش عارف عايش في مكان ولا اتبخرت، تقريبا كده زي ما قالوا كدبة ما حصلتش، أو يمكن كدبة ما حصلتش فعلا. شكرا للصديق الشاعر محمد خالد الشرقاوي. عمل من
من مباهج، يعني أنا بشكل شخصي أعده من مباهج نادي أدب 6 أكتوبر. يعني انضم إليه انضماما يعني أضاف إلى النادي كثير، سواء على المستوى الكتابي والتجريبي والمغامراتي وعلى مستوى الثقافة الموسوعية ما شاء الله. اسمحوا لي أن أقدم بكل محبة وامتنان الصديق الشاعر محمد كمال. مساء الخير. أنا سعيد جدا إن أنا موجود هنا النهارده. الصوت وصل؟ أرفع المايك، أنا طويل محتاج إن أرفع المايك. كده الصوت كويس؟ مساء الخير يا جماعة. أنا مبسوط. تمام؟ ايوه زي الفل زي الفل. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود النهارده قدام هذا الجمع الكريم في بيت الشاعر العربي اللي هو الصرح الآن في عاصمة العواصم القاهرة، يعني منارة العالم العربي. وسعيد جدا إن أنا قادر، أو الأستاذ سامح المدير الجميل جدا القدير الفنان المبدع، إنه أتاح لنا الفرصة إن احنا نتواصل مع الزملاء والجمهور الجميل. النهارده هقول نص واحد بس، هو زي نص محمد كده، نص واحد. ملاك الرب أخبرني بأن هناك شيئا تغير. ملاك الرب أخبرني بأن هناك شيئا تغير وأماط حريرا عن الرؤيا. تجلت براعم تتسلق الأرواح الأبدية. تجلت براعم لتنسج براعم تتسلق الأرواح لتنسج الكلمات الأبدية. وأنا هناك أنتظر نفاذ الحبر. الصوت فيه مشكلة. ناصر يا دكتور. ناصر خلاص يا حاج اقعد كده الصوت الاول يا شاعر. عن الدكتور كمال. انا واحد طيب. طيب من الأول تاني؟ ثاني يا دكتور. طيب. ملاك الرب أخبرني بأن هناك شيئا تغير وأماط حريرا عن الرؤيا. تجلت براعم تتسلق الأرواح لتنسج الكلمات الأبدية. وأنا هناك أنتظر نفاذ الحبر. هناك كنا نغزل الكلمات أستارا تسطع الرؤيا في كبد البصيرة. بذور تهطل على زلال، يطل العقل على المحال. يرى فيما يرى النشوان أشباحا تحكي قصة المعنى، ونساء في غيابة النسيان، وكلابا تعوي على جبل تهدم من بكاء الطائر الناجي من قيامة النيران. وكان الحظ صاحبا، وقول الحق أبعده عن العش الذي ضاق فيه الحب. ترحال يهدي بسم الله في السكرات، وتضرع يكوي جراحا تنز الماضي بلا أمل في اتقاء البتر. يا سفر يا الصحيق، يا سفر يا الصحيق، اختباء من برد بين الكواكب تحت جناح براق يوم الولادة. أين الطريق؟ لا يضل من قصد، يهمس الرعد في قلب البصيرة، لأن اليقين بالمرفأ هو من دغدغ شراع الريح. اليقين طعام الجائعين بين النجوم، وطعم النوم أملا في زيارة الميناء، وصوت الأب إن غفلت سرائرنا، وابن اليأس وفقدان الحل على المدى المنظور. تضيق البصيرة يئن العقل وتغرق الألواح. تدور الروح أمام الغابة الأخرى لتقتل آخر الجراب. تدور كعجلة الميسر لتسفك دم التعساء. تبرر سوء حظ الصغار بعدم إيجاداتهم اللعب، منفذة حكم سيد الغابات بإعدام قتلة العصفور. كان يريد أن يحمي آخر ما تبقى من جمال الضعف، فخاض في دم الأقوياء هربا من موت أكيد قريب أو بعيد يطعن الأفكار ويحرق مهد الخيال، لئلا يكبر الفاني
ويثأر لموت أبيه بقطع كل غصون الحق وهلاك الخلق. حينها يشفى الغليل. يا سادة النايات في كل القرى، لو تعلمون نواحا علي أفضل من رثاء حواء لطفليها أخبروني، فأنا القاتل المقتول بين المسالك والطريق، رغم شرف القصد. قرب السديم أدخن الصباح، فأراني لا أحمل ضغينة الليل، وعلى جنيتي لأرى القاتل في عين القتيل. تتسع البصيرة فأرى مسلكا بين النجوم ومرفأ وغابة عذراء، فلا تتسع نفسي إلا للرحيل. وعدت نفسي باصطياد المحال وملكا في عالم الأحلام، وشمت أجساد الملائكة طلاسما ليروا شياطينهم. أمزج المثاني الأضداد في قدر الاحتمالات، أسمع أزيز المرجل فأرسم خريطة الميناء، رقما برقم وحرفا بحرف، وأغني. شكرا للشاعر محمد كمال على كتابة النثر يعني على غير مجانية. أنا سعيد أنني سأستمع إلى صوته الشعري الذي يطربني أنا بشكل خاص، وأظنه يطرب الكثيرين يعني من الحضور. اسمحوا لنا بقى أن نستمتع خاصة جدا على مستوى كتابة العامية يكتبها من قلبه وروحه الصديق الشاعر إسلام بكول. مساء الخير. نرحب بالحضور وبنشكر أستاذ سامح إنه ادالنا الفرصة الجميلة دي في بداية نشاط نادي أدب 6 أكتوبر. يمكن يعني حاتم أو محمد هشام اتكلموا عن النادي، وبندعو كل الحضور اللي يقدر يكون موجود أو يشارك. بيكون النادي في مكتبة الحديقة الخضراء، ويمكن النادي بيكون منفتح على الفنون عامة، مش فكرة الكتابة بعينها أو نوع معين من الكتابة. مشهد شبيه بالفرح والكدابين زفة، شادر قماش مفتخر والمدعوين رفة. ومنين نجيب إنسان ياكل ويتدفى ويروح سعيد العمل ويعود سعيد للبيت، وفي غفلة جوه الزمن يملك يقول حبيت، يزرع ويحصد يزود دفتر المواليد، شهادات ميلاد أجيال تتسلم الدفة، أجيال بتنزف مستقبلها على الحافة، وفي عصر ذهبي حياتهم لفة بالرفة، صورة وكتابة ووطن واقف على احتمالين، حاول يعدي فطن لخطورة العابرين وجنان هتافهم وهتافات بتجن، للساك لخنجر طعنتك بتحن، وتشوف جمال الشوك في عين وردة، يترد جدرك بين جذور فردة علشان سقاية تربطك بالدين، سيالة فاضية عالصدور لفة، مش طعم فم وبرضه كسر العين.
أطفال وأب بينقسم نصين، مع كل هاتلي معاك يزيد همه، مع كل هاتلي معاك يجيب دمه، مع كل هاتلي بينضرب في 2، ينزل يواجه يومه بالشفتين، موازينه تتقل تقطم الكفة، لا منه سد بنوده أو كفة، ولا منه راح وارتاح مع الرايحين. عايش في وسط طريق بقاله سنين، عنق الزجاجة ومرحلة تكوين، والرأس على السلم على مهله، بيقول صباح الخير ومن أهله، حاضر وطيب بس أشوف حالي، أصبح مميكن فيه نداء آلي، بيقول كلام محفوظ ما بيحسوش، بيشوف مموه حافلات ووشوش، حاضر بطيفه وجتته خيبة، سرحان تملي وأكلته خيبة، زي اللي حب اللي ما بتحبوش، لابس قناعه مبتسم وبشوش، باليدشو عامل دوره بجدارة، بيخبي حزنه بابتسامته الفيك، ويداري عجز العين بنضارة، مهزوز كأنه كريستالات قبليك، طالع ونازل في الهوا ستارة، فرصة نجاتها والرياح 50، فرصة نجاة الكاس في خمارة، تماثيل رقيقة هشة الجسامين بتلف جوه صواني دوارة، ماشي بثبات لكن متطوحة الحارة، أحلامه سبقت خطوه على التوابيت، مع إن حلمه مختصر وبسيط، يروح سعيد للعمل ويعود سعيد للبيت. طيب لغاية ما الاقي حاجة بقى احنا هنكمل جرعة الاكتئاب وخلاص. ضاقت عليك نفسك تروح تكتئب بمزاج، تقفل عينيك وتنام سعيد بالحزن، ما تجيبش طلبات النهاردة أو تشوف البياعين وتشيل ساعاتك في العمل أكياس خضار، الحز في كفوفك وفي القلب المسار، ملان من الدور المحدد ضمن ركب العابرين، مش لاقي تحزن حزن خالي من الروتين. أيام زمان القلب كان للساب صبار، ما عدتش الحياة فوقه وأصبح كهل، كان ينفطر من جرح فيجدد شبابه، كان يتوجع فاربط عليه وابكي معاه ونتقاسم دموع الخد والشريان، ما كانش ضروري اروح الشغل لو زهقان، ولون بسمة بهتانة على بهتان، ما كانش ضروري اتصنع باني جميل، واشوفك صاحب الحجة ما دمت عميل، وميل راسي لما الريح عليا تميل، واسيب الحلم متعلق من العرقوب، اقول بكرة خلاص وهتوب، واجيب السعي من ديله واجدد شغفي بالايام،
بقول بكرة التقيه اليوم، أقول بكرة يا غير مسؤول، وبكت نفسي بالأعوام، مريض بالفكر والتوهة وباللودو وبالأفلام، جريء الانتحار بالجمز، قتل الوقت بالسرحان، هنا المصلوب بهمه العام، لحزنه الخاص بيتناول، ما عادش الشعر ينزل خام، ولا في الحب بتحاول، كبرت وشاخ خيالك مات، شبح إنسان ما فيهش فضول، هجرت الدعبسة في الذات، وعقلك قل في المحصول، وجسمك مش في أحسن بأس، مسمر خشب على بابك ومتلصم أمام اليأس، مراقب خط شير العمر، شق السكة في التجاعيد، كتافك من حنين بالصبر، حد الكفر بالمواعيد، حد غيابك الموجود، وجات رجلك ومن جات رجله مش بيعود، مفيش مخرج بسهم أخضر عليه مفتوح، مفيش خلوة مع نفسك بدون مجروح، تراوغ منها تدارى في ريلز الفيس، تمر ساعات على الشاشة لعيب أو شيف، وآلة بتبلع الأشياء بترسل رأس مال والزيف، وبحتاج الوطن إحساس يطمني لكنه مخيف. الرائي كان يرنو إلى الشيء لا في تشيئه الآن بل في تمدده في الزمن. مرة كان يبصر في شجر البرتقال بذورا بكفين معروقتين، ويبصر في من يراهم أجنتهم، وعلى راحتيه يرى دمية، وعلى مقلتيه الوسم. مرة كان يبصر في الكون لا كون، يبصر في شجر الغاب ذر رماد، ويبصر عند اللقاء الرحيل، ويبصر في مقلتيه ترابا وفي منكبيه الكفن. مرة كان يرنو إلى وجهها فيرى قمرا ناصعا لم يكن. مقام آدمي. كانني الطين وما كنته، هو لا يدنو ولا أقترب، هو ما تبصره، وأنا قبر مختبئ في الحجب. ربما تبصرني في حواصل طير عششت في السحب، أعتلي سقف الوجود وأرنو وراء الكون ثم أثب. لم أكن طينا ولكنه كانني منفا وما من هرب، راقد في الوحل لكنما مقلتي عالقة في الشهب، ظامئ الأضلاع منصدع أشتهي في الوهم قطف العنب. أيها الكون، أما قطرة فيك قد تطفئ هذا اللهب؟ الراهبة. دماء على ثوبها لم تبن في السواد، ولكنها أشربت في الجبين وفي بحة الصوت في رعشة النظرة التائهة. دماء على ثوبها تتحرش بالمستحيل، وتفتح بوابة تحت سرتها للجحيم، وتفضح جنتها الشائهة. على كل شيء فخاخ، نجوم المساء، الجراء، عواء الأراغن،
أيقونة في الجدار، المسام على جلدها، كل شيء هنا جمرة من جهنم مخبوءة أسفل الواجهة. لذا خلعت قشرة الأرض حتى تكون أخف فتطفو فوق الجحيم، ولم تدر أن الجحيم استدار ليسقط في جوفها. في التراتيل متسع لتتبع أفكارها التافهة. كتاب الصلاة تهرأ من كثرة الصلوات، وتلك الذبابة واقفة فوق أخرى، إلهين مكتملين على الأرض. في طرف هذا الجدار طراء تساقط عن شكل وجه، هو امرأة جعدة الشعر، مشرعة الشفتين، مكحلة المقلتين، ولا أنف. هل يستطيع امرئ أن يعيش ولا أنف؟ بعد الصلاة تعود إلى الأرض من باطن الأرض لا الملكوت. أفي وسع ذا اللانهائي ملء النهائي، هل هو إلاه ثم نفيناه؟ هل تستطيع يداه احتمال سخونة خبز الصباح؟ ألن تعشو المقلتان الإلهيتان إذا رأتا حلمة فارهة؟ على وجهها عدم، ولها في الخيال مسيح جديد، لها وحدها لا شريك لها. جلده حطب يتلظى، وفي شعره تتلوى الثعابين. يلتهم اللحم نيئا، ويلتهم العابرات بعينيه. ليس يحب المواعظ، يشتم بالأم. في كفه سمهري، على نصله تلمع الشمس والجلنار. مسيح تعمد بالوحل، ما قارب الآخر الناصرية ولا شابهه. تمر النهارات مر الحياة، وكل مساء تتسلل تحت الظلام إلى جنة من لهيب مدثرة في الغطاء. تتسلق ربوتها، تفرك العشب، تغرق في الوحل، تغرس نصل أظافرها في الجذوع، وتلعق أشجار لحم ودم، وتنزف بالجرح والفاكهة. جميل جميل جميل. بناء على طلب الصديق هقول القصيدة الفائزة، ودي تبقى آخر قصيدة إن شاء الله. هدنة ريثما ينتهي العمر، على الموج أن يتخلى قليلا عن الحلم كي تنجو المركبات الصغيرة. على الريح ألا تبعثر شعر العذارى، وألا تفك الضفيرة. إذا هبطت نجمة ذات ليل إليك وقالت أنا الآن لك، أعدها لموقعها في الفلك، وسر جانب الحائط، انظر إلى أسفل القدمين، تجنب جحور الثعابين والمخبرين وقبلة عشق قصيرة. تحول إلى حطب، ورق ذابل، قبلة فاترة. تحول إلى حجر أو حصاه، إلى أي شيء سواك، لئلا تثير دماك لعاب ذئاب الفلاة. وتحت النواجذ مزق مع الخبز روحك والحلم والذاكرة، فبعض من الموت يلزم كي تستمر الحياة. إذا خفت موتك مت قبله، فلا يهزم الموت إلا بموت. ودس فوق أعناق زهر البنفسج والأقحوان إذا ما خطوت، وإن جاءك السيل فاغرق به دون صوت.
وأنصت لقلبك، حتى إذا ما تيقنت أن فقد النبض فاعلم بأن قد نجوت. من العقل ألا تفكر، سر دون أن تتساءل عما يقود إليه الطريق، تلكأ لكي ينتهي قبل أن تنتهي، ابن قصر رمالك في مأمن من يد الموج والريح والأسئلة. دع البحر يلهو كما شاء بالسفن المنهكات ولا تطع البوصلة. هنالك 90,000 طريق لتختار من بينها، 89,999 منها تؤدي إلى الهاوية. طريق وحيد يؤدي لهاوية ثانية. جميل جميل يا عم، خمسة يا جميل. شكرا صديقي الشاعر على كل هذا الجمال الذي أسعدتنا به حقيقة. أخيرا وليس آخرا أقدم الصديق الذي أضاف إلينا كثيرا وأضاف لجيلنا كثيرا نقدا وشعرا وملاحظات، وآسف أنا أخذه من هاتفي شيئا ما. أقدم الحبيب الدكتور عادل محمد، فليتفضل. السلام عليكم جميعا. شكرا على الدعوة الكريمة أستاذ سامح. نور يا جميل. في الاستضافة شكرا جزيلا. ويعني لا يفوتني أن أنعى باسمي وباسم نادي أدب 6 أكتوبر الراحل الشاعر الجميل محمد إبراهيم أبو سنة. شكرا جزيلا على الحضور. أتمنى أن تنال المشاركة إعجابكم جميعا. أعتذر على الإرهاق لأني جاي من العيادة مباشرة عليكم. بنات هكابي وغزة خلخالها في يديها، مكللة بالجمال تقف، تشاور للبحر يا سيدي قد أتيتك بالمهر والصلوات، فجد بالصدف أثبته قرط غيبوبة فوق أذني، فلا أسمع الموت في كل قصف. تشاور غزة بنت هكابي أيا أم إني على مذبح مختلف، عروس بلا زوجها أو أبيها، عروس بلا زوجها أو أبيها، تزف يتيمة أنصارها بالنشيج، ومن خلفها أخوات مشين عرايا وكن حرائر يرفلن في كبرياء الترف. تقول هكابي ركابي بساط من الثأر، أفقأ عين الحجارة لو تحجب البحر، أنثر كنز العتابة على صمم الأغنيات، وأتلو على مأتم العدل ما سرمدا ناي حزني عزف. شققت قميصي وما شقت الأرض زيتونها، وابنتي تخلع الآن أصدافها مثل حورية البحر، محفوفة الخصر بالنار يا للشرف. لماذا ولم تضع الحرب أوزارها بعد أفدي سواي، وأمنح كحل بناتي لعين الكفيفات؟ يا سيدي البحر أنقذ فتاتك، هيج عبابك، أرسل مراكبك الفاتنات لهذه الفتاة إذا شئت، لا تبخل الآن بالماء، رب حياة تراءت لقلب رشف. وغزة خلخالها ذائب تبره بالرماد ائتلف، فمن ينبش الآن يلتقط الغث مختلطا بالسمين، وصلصالها في رداء الخزف. ألا هللوا 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 يا صبايا إذا ارتفع السيل، لا تتركوها وحيدة أقدارها،
وارفعوها على علم كالصقور، انثروها على مدخرات الحقيقة حتى تعطر ذاك الزمان الأنف. جميل جميل جميل. الوحيد بمصر مناديله لم تزل من قماش مخطط. الوحيد بمصر مناديله لم تزل من قماش مخطط. يشتري دستة كل عام بألوانها ويرتبها جنب علبته من مقص وملقط. الوحيد الذي مشطه لا يفارق بنطاله، وعلى باب شقته رأس جدي محنط. الوحيد الذي لم يقل عاش يوما ولا قال يسقط. الوحيد الذي لن تلاحظه حين فرط في حلمه ثم في يأسه المر أفرط. الله. أيها العابرون من الحب، لا تدخلوا بيت وجد جديد ولم تنفضوا عن ثيابكم التجربة. ساحة الوجد لألاءة لجة يحجب الشك أمواجها فتظل على حالها الأتربة. أيها العابرون، اخلعوا النعل في أول السير. هذا مقام تقدس فيه التوحد، لا يقبل الخطوة الواثبة. جئتنا يحمل الحزن وجهك، تغرس فيك الصدمة أنيابها المرعبة. أثر الدم لم تخفه حمرة الشوق، أي رؤى أوهمت أنه قاربه. سيقولون هذا ولو بعد حين، ولو أثبت القلب رغبته الراهبة. ذكرياتك لك إن ترى النور ما أهلكك أخفها، أبقها شاحبة، والزم السير فوق صراط التوجس. ما أضيق الوجد ما أرحبه. أيها العابرون من الحب، لا تدخلوا بيت وجد جديد، إنما يعرف الوجد من جربه. جميل جميل يا عم. ساعة من نهار وقد أطلق الفصل أفواجه، ورمينا الحقائب رهنا أمام هوى كل دراجة. ساعة من نهار وقد أطلق الفصل أفواجه، ورمينا الحقائب رهنا أمام هوى كل دراجة. أسرجوا ظهر بدالهم بالحماس، وفروا ثبات يميدون كالبحر يلفظ أمواجه، ويصيحون بالجرس الصاهل. الناس يبتكرون الشتائم كل صباح لهم، وصبي المعلم ينفخ أوداجه. لم أجد بعد أن سبقوا غير دراجة ذات سنادتين. إذن كيف يخفي فتى الأمس إحراجه؟ المهارة مهر السعادة، والروح موزونة بالهواء، تظل إذا طمأنتها يد الأرض مهتاجة. يبدأ النصر في لحظة تتخلى اليدان وتنتشران، فيقتنص الفرح معراجه. كم صبي بدراجة أغمض العين منتشيا، فالتقى في ذرى الوجد حلاجه. كم صبي بدراجة أغمض العين منتشيا، فالتقى في ذرى الوجد حلاجه. قد يراوغ قلب يطير على علة، قد يباغته الخوف، قد يحسن الجرح إنضاجه. بعد هذه السنين أقول ألا ليت دراجة ذات سنادتين، فلا يأبه المرء بالحفر الغادرات
ولا استطاع منحدر الوقت إزعاجا. أخيرا عشان يعني تكون الوصية اللي أسيبكم بها، لا تدخل 40 عشان حتم ما هو بتضايق الموضوع. لا ايه؟ حاول إذا استطعت. لا تدخل 40. قف حيث أنت. قف حيث أنت فلا أشد ولا استواء. قف حيث أنت فلا أشد ولا استواء. لا تدخل العقد الخطير، الهوة الكبرى التي ستدور في أفلاكها دون اهتداء. من قادم الأيام جئتك، من سنين البحث عن شغف ومن ندم ومن ندم وعين سوف تنظر للوراء. من قادم الأيام جئتك، من سنين البحث عن شغف ومن ندم وعين سوف تنظر للوراء. افرح بوردتك الثلاثينية، التزم الرحيق وثبت الزمن. اخترق حجبا وحلق في السماء. لا تدخل العقد الخطيرة، هنالك الأيام تترى والشواغل ذئبة تعوي ويعجبها العواء، وتظن أنك قد نجوت وثم تهزمك المرايا حين يكمل زحفه الشيب المضاء. لا حكمة في الأمر صدقني، لا حكمة في الأمر صدقني، ولا شيء وحيد يستحق نواله هذا العناء. قف حيث أنت، أنا أشير إليك من زمني وأنت هناك في الزمن البهاء. شكرا. لا أنا متشكرين، أنا قد الحاجة متشكرين بالطول، متشكرين والله. في الحقيقة يعني الشعر كبير، يعني أنا حاسس بسعادة أنتم مش متخيلينها الآن والله، أن أسمع كل هذا الكم من الجمال. غيرنا ينفق ملايين الجنيهات ولا يقدم شيئا، ونحن هنا نقدم الشعر في أعلى تجلياته. يعني اسمحوا لي ان انا اقدم حاتم. اولا انا بشكره طبعا على تجربته العظيمه في نادي ادب 6 اكتوبر، اللي انا بعتبره تكوين او مكان هيبقى له مستقبل كبير جدا، وهيتكتب في مضبط التاريخ الشعر العربي في مصر وفي الوطن العربي. اسمحوا لي بقى اقدم حاتم اللي قدم زملائه الشعراء. حاتم يمتلك تشكيل شعر خاص جدا جدا انضجته يعني نيران فرن أمي في كفر الشيخ. أشعر بطزجة غريبة جدا عندما أسمع حاتم، وكأني أشاهد أمي أنا تجلس أمام فرنها لتنضج لنا الخبز في قريتي في المحلة الكبرى. هو بالقرب مني بالمناسبة، نحن نقترب من خط استواء واحد، أو تقريبا نفس الآلات اللي بنستعملها في الأرض الزراعية ونفس الآلات اللي بنستعملها في بيوتنا هي بين كفر الشيخ والمحلة الكبرى والغربية والمنصورة. مكان واحد. جميل جدا أن ينطلق الشاعر بمعجمه الشعري من مكانه ومن تكوينه يعني إلى أفق عالمي كبير جدا، إلى دلالة أوسع، إلى فضاء أرحب. حاتم الأطير يختتم هذه الأمسية شاعرا. تفضل يا صديقي. لا أعرف ماذا أقول حقيقة يعني بعد هذا الكلام، لكني فخور جدا بالوقوف على هذه المنصة، وفخور أيضا بأصدقائي وزملائي الشعراء الذين قدموا شعرا جادا هذه الليلة. شكرا للصامدين بأماكنهم حتى الآن. مستمتعين يا حبيبي. ردا على الأربعيني قال الثلاثيني وعندما دخل الثلاثين: غريب البدء والتكوين في قبر مهيب الصمت هيكل خالق عظمي. غريب البدء والتكوين
في قبر مهيب الصمت هيكل خالق عظمي كساني جثة فخرجت من كفن إلى الأيام مولودا خبيرا حاز حكمته بشعر أبيض في الروح. حبوي لم يكن زحفا ولكن كان مشية طاعن في السن محني الرؤى والظهر. لم ألعب مع الأقران ذقت مع الكهول تنضر المعنى على الأيام. أدركت الشباب وقد لفظت العيش منتحر ولكني انتقيت وسيلة أعلى من السم الذي في الكوب من طلق على رأسي ومن غرق بقاع النهر. عدت لغرفتي واخترت أن أبقى فما أقسى انتحاري بالبقاء. جميل يا حاج، جميل. لم أنم. سأقرأ منها مقطعين فقط. صديقي لم أنم من يوم أقعدني على الشباك وحي. لم أنم من يوم دحرج من مخازنه شوال منبهات ثم أفرغه تماما في ذهولي. لم أنم من يوم مددني على المنفى ومشط خاطري بالنار مثل موله يكوي على إيقاع كنشرت قميصا. لم أنم وحي أم استفزاز حمحمة يراد لخيلها أن تملأ الآفاق جلجلة فينهمر الصدى. شيئان ما عاتبت هذا المستفز عليهما أن صار جسمي فتلة صفراء يربطها إذا شاء المدى في ساق زاجله وأني لم أنم عن أي مازوخية يتكلم الإنسان وهو العائش العادي. لم يكتب ولم تتركه ربة بيته الشعري في المقلاة فوق النار ليلا كاملا والزيت في الغليان فقاعاته احتدمت ولا في سجن أكل العيش داهمه المجاز الضخم أخرج شفرة ملساء من فمه وشرح واقعيته. صديقي شيدت أمي على اليأس الذي يجتاحنا سدا لتنجو وردة في قلب شاعرها من الفيضان. آمنت اللبيبة باندلاع الوقت في أدغال عاطفتي وسمتني خلاصا باهظا يصفر من وطء القراءة والكتابة. بخرتني عند باب الدار قبل الرحلة الكبرى وأودعت الحقيبة خبزها النهاوند واليانسون دست بين سروالين مالا ثم قالت سر إلى المعنى أميرا مثل ما صار الغروب إلى مهابته ولا تأخذ خلي البال خلا ولا تقرأ شموسك مستظلا ولا تكتب إذا لم تمشي فوق الماء أقلامك ولا تأكل بنات الناس مهما جاع إلهامك ولا تنجب بعيدا عن زغاريدي وعد لي بختة في شكل معجزة. وها أنا ذا أطوف لاهثا والقيظ يعقد في عمامتي الرميمة هبة صعرانة والرمل من تحتي يعير جهنم قدمي. أطوف راجفا والثلج يهبط فوق قبعتي ويرشح من رداءتها خرير قارس والليل من تحتي يناول بركة مشبوهة قدمي. أطوف في الزمان وفي المكان وفي ثرى عدمي وحتى الآن لم يقبض على حرية ألمي ولم أرجع لها بالسر والمعنى ولم تغضب ولا يئست ولا ركلت حماستها. ترى من يستحق حرارة التصفيق صوتي أم همومتها؟ جميل يا حبيبي. خيانة ونص لابد أن أقرأه قبل أن أذهب إلى بيتي. هذه آخر فرصة للخيانة.
تعدين لي المعكرونة. فكرت في امرأة من مجاز ملثمة تترجل عن خيلها ثم تدخل خيمتي القرطبية، في يدها خنجر يشرئب إلي، فتسفر لي وجهها وتقول: أحقا تسريت بالأعجمية؟ أضحك مستنكرا وأقبلها، ثم يسقط خنجرها في رمالي. وأنت على درج البيت تلتقطين لطفلتنا صورة وهي أجمل من قمر بحقيبتها المدرسية. مرت على البال سيدة تعزف الهارب في قصر فرعون، صادفتها في الصباح تبلل في النيل أغنية عن طفولتها الحبشية. غازلتها فتثنت وأمهرتها فضة وأراضب قمح، ونغمت أوتارها في الليالي. وأنت مع الله ذاهبة في الصلاة إلى وعده الأبدي. على خاطري وردت غابة أقتفي وعلها وأعود به، حيث أنثاي في الكهف تمسح عن كتفي دمه والذباب، وتنزع سروالها الفرو عن جسمها الهمجي، وتعرج قبل الطعام بنا، قبل أن أرسم الوعل في حائطي، قبل أن أتوحد في فوطمي. إنها فهدة حارة تتعرق برية، إنها مثلي انحدرت من سلالة حرية وارتجال. أخونك في اليوم أكثر من مرة، إنه عملي أن أخونك في اليوم أكثر من مرة. عملي أن أوزعني في العصور زاهرين عرائس بالي. وإني أحبك لا شك، أنت الزمان الوحيد الذي شم رائحتي، والخيال الوحيد الذي سخن الماء لي، والمجاز الوحيد الذي في نبيذي أطفأ سيجارتي، وتلمس في جسدي كل ما أوضع الله من رغبة في الرجال. تحبينني، أي تحبين بالا أسيرا على عرشه في الشرود استوى، ربعه كادح في النهار ليغرق ليلا 3/4 في الخيال. تكونين نائمة والمساء له صقعة تجعل الشاي والشعر حبلين متصلين بأرجوحة بين باب الوجود. أروح إليه وأرجع منه، أروح إليه وأرجع منه. فلا تطرق الباب، لا تطرق الباب، إن أيقظتك العصافير في أول الصبح. روحي ستسقط من شاهق الكون غارقة في الدماء على ورقي وسؤالي. أنانية أن أغازل ظني فيما وراء الطبيعة، لكنني لا أغازل وجهك محتشدا بطبيعته. وأنانية أن أرى قمرا في السماء يدخن ليلته لصغار النجوم، ولكنني لا أرى مطبخا أنت فيه يدخن أطباقه لصغاري. أنانية أن أصفق للشمس تخرج من ناطحات الصقيع لتدفئ طيرا هزيلا على وشك أن يتجمد، لكنني لا أصفق للخيط بين يديك. رفى معطفي بمهارة جن وأمن لي صفرة غير مهمومة بالبرودة والفقر والعدسات. أنانية فاغفري لي، أنا مثلك احتجت لي لم أجدني. تخيلتني سوف أنقذني حين مر القطار على طلعتي وأواني، ولكنني كنت منشغلا بفتاة مقدسة في السهوب ستظهر لي لو تدلى دمي من رؤوس الجبال. ألاحظ أن الوضوح يرحب بي وهو يرفع قبعة، والصراحة تفرد فستانها في انحناءة شكر، وأن المساء بسيط على غير عادته. أغلق الباب والنور
واحتطبي من جمالك لي موقدا وتعالي. أشكركم على كل هذا الوقت، وأنا سعيد، ولابد أن أصدقائي الشعراء أيضا سعداء بهذا الحضور. هذه واحدة من أجمل أمسيات نادي أدب 6 أكتوبر. نعدكم بالمزيد وننتظركم في المقر الرسمي إن شاء الله بحديقة الخضراء بالشيخ زايد.